هي تعاطف مع الناس، لا هذه حكايه ناس تحب تسرق، ناس تحب تنهب، ناس جايين من برا، ماهيش حكايه راهي تعاطف مع المرحوم، ماهيش حكايه تعاطف. ونشوفوا في وجوه، احنا قدم في صفاقس ونعرفوا العباد، نشوفوا في وجوه اول مره نراها، نشوفوا في وجوه معناتها جايه بالكابيشات وجايه بالكاسك، جايبين معهم كشكور باش يتلثموا، ماهيش وجوه نتاع. اي وقفنا زاد صباح، وقفنا صباح مجموعه تتراوح عددها 3 من الناس، اعمارهم ما بين هذوما هذوما اللي وقفناهم اعمارهم ما بين 23 و 25، منهم واحد تحت منه باكاس قاعد يترصد في فارماسي باش يدخل يعمل عمليه سطو. الحمد لله تصدينا لهم ووقفناه من المجموعه هذه، وقاعدين مازلنا نصدوا برشا مجموعات اللي هي راهي ماهيش قاعده متعاطفه مع المرحوم، هذه ناس جات بالذمه باش تسرق وتنهب البلاد. اسمع الاهالي كيفاش هذوما الناس اللي ما يحبوش المشاكل، تسمع فيهم كيعيطوا يحيى تونس، هذوما اهالي صفاقس اللي ما يحبوش المشاكل، راك تشوف فيهم كيفاش تصنت تعيطوا تحيا تونس على خاطر هذوما اللي يخافوا على بلادهم، هذوما الناس قاعده تخاف على بلادهم. مجموعات معناتها منحرفه يجي في القوس نتاع المدخل نتاع بلاد العربي ويجي يشعل العجل ويجي يشعل الحطب، فهمت كيف؟ ما تبغاش الشرطه ما تدخلش، باش الشرطه ما تتبعوش. يسرق ويخلع ويا صحافة، الله لا تبارك لك يا علام، بوليس مات ما عملتلوش قهوة وشكري بالعيد قاوخ ومات مناضل، اسكت شديد ويخلع في حانوت وفروخ اخرين الناس فركوه كيف تشوف اسمع ما ضربوا خليني فركوه لا البوليس يفركوا لا طلع عليك. وقت قاعدين نخدموا من امس الصباح، الامن قاعد يخدم من امس الصباح، ثم زملاء من 7 نتاع الصباح لتو ما روحوش لديرهم، ما عندناش وقت، احنا راهو ما عندناش وقت، احنا ديما نخدموا وقت ما البلاد تتطلب باش نقعدوا احنا ما فماش راهو هذا وقت معين نخدموا به، ما عندناش احنا وقت معين، احنا نقعدوا حتى بال 43 ما نروحوش لديارنا، حاجه عاديه ولات لنا احنا، والحمد لله ما تسالش ما دام ننظفوا في البلاد واقفين البلاد نتاعنا ما تسالش مش مشكل. بعض اللي في خارج البلد
شوف زميلنا من الاجازه نتاعو رجعوه، زميلنا معنا نقيب، هو معنا السيد النقيب من الاجازه نتاعو رجعوه، خذا 15 يوم باش يرتاح روحه اعصابه. هاكا تشوف ما عندناش احنا راهو ما عندناش وقت وما عندناش مزيه على البلاد نتاعنا، ونقولوا كلمه بكلنا نقولوها تحيا تونس. نحن قايمين بواجبنا الاحسن ما يرام من نامس العشيه وعمل متواصل، وان شاء الله فهمتينا نقوموا بالمهمه الاحسن ما يرام. هاي ربي يعينكم ان شاء الله. ربي يعاونك بخير وزميل راني متقاعد. مرحبا بك. زميل متقاعد. مرحبا بك. نعرف بارك الله فيكم وربي يعاونكم. واحنا ما عندناش حاجه نخافوا منها، ما دامنا نطبقوا في القانون وما نتجاوزوش الحدود نتاعنا راهو ما نخافوا من شيء. ما نخافوش بالفعل ما نخافوش، ومرحبا بكم صوروا معنا على خاطر ما عندناش تجاوزات. احنا عندنا قانون نطبقوا فيه، احنا نحبوا نحميوا البلاد من السراق ومن الناس اللي تنهب ومن الناس اللي تخلع واللي تخطف واللي قاعده تقلق في المواطن. صفاقسي صحيح تقلق من امس واليوم تقلق من الناس هذوما اللي قاعدين استغلوا الفرصه باش ينهبوا ويسرقوا ويحفروا. حالين محلاتهم، معليش اليوم معنا برغم الاضراب العام وحالين. بالطبيعه ما عندها الناس تحب تخدم على روحها، ما عندناش ثم حريه الشغل، ما نجمش واحد تمنعه يحب يخدم على روحه يخدم على روحه. ما نستنوش لا شكور ولا نستنوا معناتها شكون باش يتعاطفوا معنا، وماناش ناخذوا في مصلحه اي شخص كان او اي طرف معين. مصلحتنا هو امن البلاد. زملاء توا جابوا لهم القماش نتاعهم قاعدين يفطروا وتخدم هاك تشوف كسكروت على كهرباء ياكل ويخدم. معناتها هذاك من البارح على العشاء نتاع الليل، من البارح على العشاء نتاع الليل هاك تشوف فيه توا فطور ساعه مالي ساعه ولا مالي ساعه ونص قاعد يفطر الزميل. كسكروت معرض للخبر ومعرض هاك تشوف فيه وعندنا محجوز شادين فيه محجوز، ثم كانت معاهم دراجه ناريه محجوزه مزروقه. من غير قاس الناس خارجه من الجامعه كان يصلي وخارج تو من الجمعه ما خلقناش برا نايم برا. شدوا رام نحب نتوجه بتعازيه الحاره الى العائله الامنيه وعائله زميلنا المرحوم الناظر امن لطفي زار اللي توفى نهار الاربعاء وهو يحمي في محلات خاصه بباب الجزيره. نقول له ربي يرحمك وان شاء الله تكون من الشهداء، ونحب نطمن عائلته اللي احنا كنقابين وكعوان امن راجل واحد ان شاء الله نجيبوا له حقه، وان شاء الله الاداره زاد كيف تعطيه حقه، على خاطر احنا توا لهنا كما كنت نحكي انا الساعه زميلنا كي توفى منحت الخطر نتاعو 5 دينارات، وتو كي توفى شوف اش باش ياخذ.
احنا راه ما عندناش صندوق تعويض اللي يعوضنا على حوادث الشغل، وهذا اللي نطالبوه ان شاء الله في المستقبل من وزاره الداخليه باش تعمل لنا تعويض، صندوق تعويض على حوادث الشغل. اما ان شاء الله بسلامه ربي احنا نقفوا مع عائلته وان شاء الله ناخذوا له حقه، وحقه راه مش ناخذوا له حقه، ناخذوا له عن طريق العداله، وان شاء الله يتحاكم السيد هذا اللي تسبب في وفاه هذا الرجل اللي خلى 4 صغيرات، وان شاء الله يكون من الشهداء والله يرحمه والله يصبر عائلته.